سطور الصحافة من بريس 23. أقدمها لكم أنا لامار أركندي. جولة سريعة لأهم ما تناقلته الصحف الدولية والعربية في عناوينها لهذا اليوم، والبداية للصحف الأجنبية. ديلي تيليغراف البريطانية تكشف عن زوجة سرية للملك السعود الراحل فهد بن عبد العزيز. International Policy Digest تتحدث عن حافظ الأسد لا يزال يحكم سوريا من القبر. عنونت حريات ديلي التركية مقالها متسائلة: هل تتقارب تركيا مع أرمينيا على حساب موسكو؟ صحيفة الجارديان تشير إلى أن تركيا موعودة منذ 50 عاما بالانضمام للاتحاد الأوروبي. الحياة اللندنية تتحدث في مئوية الثورة العربية ما لها وما عليها. تساءل صالح الجلاب في الرأي الأردنية: ماذا يريد بوتين من اجتماع اليوم؟ ترمز هشام الديوان مقاله في صحيفة الشاهد الكويتية: بحروب في حروب والنتيجة واحدة. تحدث هاني شادي في السفير اللبنانية عن الغزل الروسي التركي ودوافعه. وصلنا لختام جولتنا من سطور الصحافة من بريس 23. ترقبونا متابعينا الأكارم في عناوين جديدة تحمل مستجدات ورؤى لآخر الأحداث التي يشهدها العالم. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم بخير.